سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا فاسألوا أهل الذكر، وحلقة جديدة في هذا الأسبوع. رحبوا معي بضيف الدائم الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله. نذكركم أننا نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة، وأسئلتكم وفتاويكم عبر صفحتنا على الفيسبوك، ويتم الإجابة عليها بإذن الله في خلال الحلقة. عودا على بدء فيما ذكرناه في الحلقات السابقة، دكتور حسن، أجبتم في الحلقة الماضية عن قضية أنه كيف للمرء الخلاص إذا كان يعيش في دولة تشرع ما حرم الله وتحل ما حرم الله، عفوا تحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله. على صعيد آخر شيخنا، هل يعتبر صاحب هذه التشريعات كافرا؟ وما التفصيل في هذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعنا أولا نؤكد على أن الناحية الأساسية في موضوع الإسلام هو البعد العلمي المعرفي، ما هو الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي البعد العملي له. فإذا كان والله هنالك اختلال في البعد المعرفي العلمي التصوري لماهية الإسلام، يبقى ستختل كل المنظومة العملية له طبيعة الحال. ولذلك الإسلام أول ما ركز على المفهوم العلمي المعرفي، بمعنى أن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له انقيادا تاما، يعني تسلم له بأنه الإله، أنه الرب، أنه المتصرف في الكون، أنه الحاكم. فالله عز وجل يربيك على ذلك، ألا له الخلق والأمر. هذا على المستوى التصوري. طيب، مما يتفرع عن هذا التوحيد العلمي المعرفي ما نسميه الآن بمسألة الحاكمية والتشريع. فالمسلم أمره القرآن ألا يقبل أي حاكمية أو أي تشريع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع الابتدائي الاستقلالي الذي ينطلق من السيادة العليا التي لا تسأل عما تأمر به وما تنهى عنه هي لله تبارك وتعالى. كل أنواع التشريعات التي تنسب بعد ذلك لما يمكن أن نسميهم نحن من أهل الأرض لا يخرج بأي حال من الأحوال في أنهم أرباب مربوبون معبودون، يعني مستعبدون لله سبحانه وتعالى، وليسوا أرباب من دون الله تبارك وتعالى. فمتى ما تصورت فئة من البشر بأنها لها الحق في التشريع، لها الحق في أن تكون مصدر للتشريع، لها الحق أن تكون مصدر في السيادة كما يقوله الآن التيارات العلمنة واللادينية، فينسبون السيادة للبشر. وأنا ذكرت في حلقة ماضية الخلقانية، اللي هو بدل أن تكون عملية التشريع للخالق تكون للمخلوق. فنحن هنا نقول بأن أي محاولة لمزاحمة الله تبارك وتعالى في حاكميته، في سيادته، في أحقيته بالتشريع، فإن ذلك كفر بالله تبارك وتعالى وكفر بالإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لا نزاع فيها. يعني أي إنسان لا يعتقد بهذا عليه أن يراجع أولا هل شهادته أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها عن علم، عن وعي، عن فهم، أم أنه لم يدرك أصلا ماهية الإسلام. فالإسلام باختصار هو أنك والله تسلم أمرك كله لله، وتضع أمرك بين يديه على صعيد الشعائر التعبدية وعلى صعيد كذلك التشريعات العملية.
فأنت تسلم له كما أنك تعبده صياما وصلاة وزكاة وحجا وكذا في النسك المناسك، كذلك أيضا تسلم له بأن الله تبارك وتعالى هو من يملك حق التحليل والتحريم. إذا لا برلمانات، لا حكومات، لا أنظمة، لا أحزاب، لا غيرها تملك حق التشريع ابتداء واستقلالا. هذه مسألة لابد أن تكون واضحة. يبقى بعد كده والله هذا هو الإسلام. فكل الآيات مثلا ألا له الخلق والأمر وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ولا يشركوا في حكمه أحدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك سبحان الله علماءنا المعاصرين الذين تناولوا هذا الموضوع بعمق منذ الفترة تقريبا من بداية القرن، نهاية القرن الثامن عشر بداية القرن التاسع عشر، لما دخلت الحملة الصليبية على المنطقة وبدأت تستبدل القوانين الإسلامية والتشريعات الإسلامية بأنظمة وضعية وقوانين وضعية، بدأت هنا تصدر الفتاوى من كبار علماء الأمة في العالم الإسلامي من المشرق إلى المغرب، كلهم يتفقون على أن هذا من حيث هو استبدال لشريعة الله تبارك وتعالى، تنحية لأحكام الله تبارك وتعالى، إلزام الأمة بأحكام غير أحكامها وقوانين غير قوانينها ولا تنسجم مع عقيدتها ولا مع هويتها، حكموا عليه بالكفر. إذا دعنا نتفق على أن تنحية شريعة الله تبارك وتعالى أو الظن بأن غيرها أفضل منها أو أن غيرها مساو لها أو أن الشريعة لا تغطي احتياجات زماننا أو أن غيرها أعدل وأحكم وأفضل في المواكبة لنوازل العصر. من يعتقد ذلك فهو كافر بالله تبارك وتعالى. صورة وضحت؟ نعم. إذن هذه تقريبا متى يكفر الإنسان في أنه والله عندما يكون هنالك هذه التصرفات كلها عندما تكون مصحوبة أولا بحق التشريع. يتصور الشخص بأنه الآن للأسف الشديد مثلا من يتصور أنه هو علماني أو أنه هو لا ديني، يقول لك أنا والله لا علاقة للدين في حياتي، ثم يريد أن يدخل بهذا الاتجاه إلى الساحة العامة وإلى الحياة العامة ويزاحم في السياسة ويزاحم في البرلمانات، ثم يدخل إلى البرلمان ويظن نفسه أنه والله له الحق في التشريع بعيدا عن مرجعية الأمة وبعيدا عن مرجعية الشعب الذي ينتسب إليه. كل البرلمانات في العالم كله تحاول أن تكون تحاول أن ترجع إلى مرجعية هذه الشعوب التي على الأقل تحكمها. فنحن نقول بأن هذه القضايا، قضايا الحاكمية وقضايا التشريع، هي حق خالص لله تبارك وتعالى، ومن يطلق عليه مشرع مجازا بالنسبة لنا في الإسلام لا يحق له التشريع ابتداء، ولكن يقال يحق له التشريع ابتناء، أي بناء على الشريعة وبناء على الأحكام الواردة، يحق له الاجتهاد، يحق له كذا. لكن لا يمكن أن يقول لنا والله هذا القول لم أستند فيه إلى أي آية من كتاب الله ولا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الأمة ولا قياس ولا تعليل، بس كده من راسي ومزاجي نقول لا والله ما هكذا أمرك الله تبارك وتعالى. أنت عندما تريد أن تشرع تشريعات ابتنائية، أي بناء على شيء، تشرع بناء على الدليل أو التعليل. نعم. ليس لك أن تخرج على ذلك. وبالتالي هنا الآن حقيقة أنا أحرص على ألا أزج قضية التكفير المعين، لكن نحن الآن الحكم واضح بأن كل من ينحي شريعة الله تبارك وتعالى عن الأحكام أو يتصور بأنه يجوز له أو يجحد هذه الشريعة أو يستحل الحكم بغيرها أو يرى غيرها أعدل أو أفضل أو أحكم أو أكثر رقيا وتقدما ومواكبة للعصر، فإن هذا الفعل، دعني أقول هذا الفعل في ذاته يعتبر فعلا كفريا. بالنسبة لمسألة الأشخاص والأفراد والبرلمانات والكيانات، يبقى بعد ذلك النظام في ذاته من حيث هو كمنظومة واضح الحكم فيها أن هذا الذي يحتكم إلى هذا النوع من الأحكام فإن الأحكام من حيث هي كفر، ولكن أعيان الأشخاص وأفراد الأشخاص هذا طبعا يحتاج إلى بحث آخر، وهو قضية متى تتوفر في هذا الشخص شروط معينة وتنتفي عنه موانع معينة، هل بلغته الحجة الرسالية، هل قامت عليه أحكام الله، هل أصلا وهو يمارس هذا الفعل يعتقد أنه يتناقض مع إسلامه ومع إيمانه الذي قال فيه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل أتي من باب الجهل أو أتي من باب الهوى. هذه قضية على كل تفصيلية أخرى أنا أفضل عموما أن لا نزج فيها أنفسنا، لكن دعني أقول المسلم عليه أن يتصور ما هو الإسلام الحقيقي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة الرسالية وقاتل عليه الصحابة رضوان الله عليهم واعتقدوه، وظلت الأمة بمجموعها تعتقد
هذا الاعتقاد السائد إلى أن مرت علينا تقريبا قبل 100 عام في أنه والله بدأت تدخل علينا القوانين الفرنسية والقوانين الإنجليزية ودخلت علينا العلمانية بأصنافها، بدءا من فصل الدين عن السلطتين الدينية والزمنية كما يقال، ثم دخلنا بعد ذلك في حالة أخرى وهي السلطة اللادينية، ليست قضية العلمانية، هذه فهم آخر. ثم دخلت علينا السياسة اللادينية، ثم دخلت علينا اللادينية مطلقا اللي هي تلاحق الأفراد حتى في الأديان، ثم دخلت علينا اللائكية اللي هي أسوأ أنواع ما يمكن أن نسميه بمحاولات ملاحقة الدين في الفضاء العام. فهذه كلها، هذه الأصناف الخمسة التي تكلمت عنها كلها تدخل معنا في إيه؟ في قسم تنحية حاكمية الله وتشريعه عن الحياة ومحاولة الخلقانية، أي جعل الخلق هم الذين يدبرون الأمر ويشرعون للعباد. وهذا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا كان الناس تتخذ في السابق الأحبار والرهبان يحللون ويحرمون، فنحن يمكن أيضا أن نتخذ برلمانات، يمكن أن نتخذ رجال السلطة السياسية، يمكن أن نتخذ مفكرين، يمكن أن نكون مشرعين قانونيين فيحلون محل الشريعة، بحيث والله ينزلون على الناس أوامر لا علاقة لها بمرجعية الشريعة وحاكميتها. جميل. أيضا في النظر في المسلمين الذين يعيشون في مثل هذه الدول شيخنا، يظهر أن كثير منهم يضطر إلى الاختلاط بالناس من ديانات مختلفة، ونظرا إلى التشريعات الظاهرة في مثل هذه الدول من احترام الأديان وما غيرها، تجد أنهم يباركون لهم بأعيادهم ومناسباتهم وما إلى ذلك. فهل مبادلة المباركة من المسلمين إلى غير المسلمين في أعيادهم أو مناسباتهم العامة يعد تعايشا أم فيه حكما شرعيا، وما الحكم في هذا؟ طيب، أولا دعنا نؤكد بأن فعلا الواقع المأساوي للأسف الشديد الذي تعيشه أمة الإسلام في ديارها في أوطانها من فقر، من جهل، من أمراض، من فقدان للأمن، من الكبت السياسي، من غياب الحريات العامة، أدى بطبيعة الحال، ولا نستطيع أن ننكر أن هذه هي عموما ضرورات ملجئة ألجأت الناس إلى تلك الديار وذهبوا إلى تلك الديار. والأصل في ذلك بطبيعة الحال ليس هو أن يكون الإنسان يعيش بين ظهرانين مشركين أو يعيش بأبنائه وفلذات أكباده بين هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم على كل في العديد من النصوص الشرعية نهى عن هذا النوع من التواجد في ديار الإسلام، ديار الكفر. إذا كانت هنالك ديار للإسلام قائمة وسلطان للأمة قائم، فلا يذهب الإنسان إلا تجارة أو دعوة أو يعني استفادة في تلك الديار لنوع معين من الاستفادات، لكن الأصل أن يكون كل ذلك في ديار الإسلام. ولكن بما أن الواقع الراهن الآن هو جعل كثير من المسلمين يقيمون جاليات، ليس القضية الآن فرد أو فردين، وهذه الجاليات أيضا أثرت في المكونات الموجودة في تلك البلدان وتشكلت عموما حالة إسلامية. فهنالك وجود إسلامي مثلا لا بأس به في ألمانيا، وجود إسلامي في فرنسا، وجود إسلامي في بريطانيا، في أمريكا، في كندا، في معظم البلدان على كل الغربية الآن تشكلت جاليات إسلامية. أمرنا الله تبارك وتعالى في الأصل أن المسلم في مثل هذه الديار بما أنه تواجد باعتباره واحد من أبناء هذا البلد ونال جنسيتها وصار واحد من أبناء هذا المجتمع، فالشيء الأول الذي نقوله له بطبيعة الحال أن المسلم يخالط الناس ولا يعتزلهم. نعم، هو سيخالطهم، ولكن يبقى بعد ذلك طبيعة هذه المخالطة ونوع هذه المخالطة. يعني الأصل في أن يخالطهم لا حرج فيه، بل أنت ستخالطهم في التجارة، ستخالطهم في التعليم، ستخالطهم في العمل السياسي، ستخالطهم في البلديات، ستخالطهم في أشياء كثيرة جدا. وبالتالي الأصل في هذه المخالطة لا حرج فيها من حيث هي، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهنا عبر بالناس ولم يقل بالمؤمنين، يعني يخالط الناس، يخالط جميع الناس. ولكن عند المخالطة تأتي بعد ذلك هل هو يخالط معتزا بدينه، بشريعته، بهويته، ملتزم بأحكام دينه، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه، أم أنه والله هو يخالط ومندمج اندماجا كاملا كما تريده الآن مثلا المنظومات الغربية تحت فلسفة الإدماج، يريدون من المسلم أن يتخلى عن هويته. فالنوع الثاني ممنوع، يعني قضية أنك تندمج لتتخلى عن هويتك أو بعض من هويتك الدينية لتكون متقبلا في تلك البيئة، هذا لا يجوز. ولكن يمكن أن تكون والله مخالط للناس وأنت متمسك بدينك، وإذا رأيت منهم ما يخالف دينك تفارقهم. مثلا شخص جالس مع الناس، جالس مع هؤلاء الكفار، ولكنهم يتعاطون خمرا، وأنت تعرف في أحكام دينك بأن والله لا تجلس في مجلس يكون فيه تداول الخمر.
جالس معهم وإذا هم يسبون الإسلام ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لك أن تجالسهم. إما أنك والله تكون قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أنك لا تجالسه حتى يخوضوا في حديث غير. لا، المجلس عادي، فيه تداول علمي، فيه تداول للشأن العام داخل البلد، فيه كيف يتم تطوير المنطقة التي نحن فيها بالماء بالكهرباء بالصحة بكذا، فيه تقييم لأداء السلطة التي فوضناها. هذه كلها من القضايا التي يلتقي فيها المسلم مع غير المسلم، فلا حرج في هذا الجانب. هذه القضايا كلها مما تجمع المسلمون. ثم أيضا الأصل في تعامله في كل هذه القضايا سواء في ديار الإسلام أو في ديار الكفر قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فعبر هنا بالولاء أو التولي، وعبر هنالك بالبر. فالمسلم وهو يفعل كل ذلك يفعله من باب البر لا من باب التولي. باب التولي فيه الحب القلب الداخلي، يعني فيه نوع من الحب الداخلي لما هم عليه من كفر وضلال وكذا. طيب، نأتي إلى موضوع الأعياد والمناسبات، وهذه طبعا فيها تفصيل كثير جدا. أولا دعني أقول هنالك من القضايا الاجتماعية التي لا حرج فيها أن المسلم المتواجد في تلك الديار يمكن أن يكون له أصحاب، يمكن أن يكون له أصدقاء من غير ملته، يمكن أن يتهادى معه، ولكن يشترط في هذه الهدايا أن تكون هدايا تتناسب مع طبيعة دينه. فمثلا لا يهدي صليبا شخص نصراني، نعم، لا يهدي مثلا شيئا محرما زجاجة خمر، لا يهدي مثلا لحما اللي هو لحم الخنزير. الأشياء المحرمة في حق المسلم حتى لو كانت ممارسة عند الطرف الآخر لا يجوز له المسلم وهو يتعامل مع الكافر عليه أن يشعره بأنه عنده شريعة وعنده أحكام منضبط بها، وهذه نوع من أنواع الدعوة. وهذا النصراني بعد فترة أو غيره، يعني النصراني أو اليهودي أو غير ذلك، سيحترم هذا المسلم الذي يتمسك بشريعته ودينه وهويته وينظر إليه بأن هذا الشخص فعلا يجب أن أدرس ما هو عليه. نعم. فأنت عندما تفعل ذلك هذا التهادي وهذا التزاور مهم جدا. النقطة الثانية تزور مريضه. إذا حصل مثلا هنالك مرض يمكن أن تزوره، إذا رأيته مريض يمكن أن تساعده وتقف معه وتبذل له المعروف. على كل القضايا هذه لا حرج فيها. إذا مات أحد منهم يمكن أن تأتي كذلك لأهله وتواسيهم، هذه أيضا لا حرج فيه، يعني يمكن أن تواسيهم بأن تسأل الله يلهمهم الصبر وأن يلهمهم كذا، ويمكن أيضا أن تدعو لهم بما فيه الخير وإلى ذلك. يبقى هنالك قضية مهمة جدا وهو الأعياد والمناسبات. دعني أقول هنا نفصل في المناسبات ما بين المناسبات ذات الطابع الديني المحض والمناسبات ذات الطابع الدنيوي المحض. نعم. الأعياد الوطنية، المناسبات العامة التي يكون فيها الاحتفالات للكل لا علاقة لها بديانة معينة، هذه لا حرج فيها في المشاركة. يعني يمكن للمسلم أن يشارك في هذا النوع من المناسبات التي هي ذات طابع دنيوي معاملات محض وليس ذات طابع يعني ديني محض. المناسبات ذات الطابع الدين المحض على كل هذه هي محل الإشكال. جمهور أهل العلم وغالبيتهم ربما ذهبوا إلى أن هذه الخصوصية المتعلقة بالدين من حقهم أن لا يباركوا لنا في أدياننا وأن لا نبارك لهم في أديانهم. نعم. وخاصة الأديان المتعلقة بطابع عقائدي، يعني مثلا متعلقة بقضية ميلاد المسيح عليه السلام، متعلقة بعقيدة التثليث مثلا. هذه الجوانب العقدية لأنها تشكل مشكلة بالنسبة للمسلم، فهو غير مطالب بأن يتنازل عن عقيدته ليجامل الطرف الآخر. فهذا الأصل فيه أن يجتنب ويتم الابتعاد عنه، لأن ذلك مما يخل بعقيدة المسلم. وبعضهم طبعا تساهل، بعض من أهل العلم تساهل في أنه والله يقول إذا كانوا يهنئوننا ويباركون لنا ويقولون لنا كذا نحن نبارك بعبارات لا توحي بأننا مقرون لهم في عقيدتهم وفي دينهم وفي خصوصيتهم العقائدية، بقدر ما هي يعني من باب المعاملة بالمثل في التهاني التي تحصل. وهذه عموما قد تضيق دوائرها، يعني ليس بلازم أن والله كل شخص يتولى هذه المسألة. يعني شخص له صاحب معين، له والدة، له له زوجة، قد يبادلها نوع من المشاعر لكن دون أن يعطيها بعدا دينيا. هذا على كل منهم من ذهب إلى هذا الجانب.
طيب ماذا عن زيارة كنائسهم ومعابدهم؟ إذا كانت الزيارة لمحض الزيارة الخالصة أو كانت للتعرف والاستطلاع أو للزيارة المعمارية مثلا نظرا إلى هذا، هل فيها حكم شرعي أم نعم طبعا لا يوجد شيء لا يوجد في حكم شرعي. لذلك الإمام الأخضري عليه رحمة الله يقول لا يجوز لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. نعم. لتصوره تماما بأن كل المسلم حياته كلها مقسمة على إيه؟ على 5 أحكام، إما واجبة وإما محرمة وإما مكروهة وإما مندوبة وإما مباحة. يعني لا يوجد في حياتك تصرف يخرج من إيه؟ من حكم هذه ال5. وبالتالي المسلم مرتاح تماما، هو يدرك بأن والله هو في أي الخانات يتحرك. هل خانة الحرام البين أم خانة الحلال البين أم هنالك بينهما قد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة، أم أنه يتحرك في الساحة الواسعة وهي ساحة المباحات التي لا يوجد لله فيها يعني تحريم أو منع، فهي ساحة على كل مفتوح. فعلى كل موضوع الكنائس من القضايا التي تناولها الفقهاء، خاصة ذهبت الشافعية والأحناف إلى عموم التحريم، لا يجوز الدخول في الكنائس. منهم من قال الكنائس التي فيها تصوير، وذهب عموما الآخرون ولعل شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن حزم وصاحب المغني اللي هو ابن قدامة، هؤلاء وقد يكون هذا هو الأرجح، أنه إذا كان مجمل الدخول دون أن مشاركة لهم في شعائرهم جملة دخول عادي، فهم يدخلون مساجدنا ونحن ندخل كنائسهم دخولا إيه؟ دخولا عاديا ليس دخولا تعبديا شعائريا. ونحن ندرك كيف أن نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في مسجده فترة يأكلون ويشربون، فهذه قضايا مشهورة. فعلى كل من جاء زائرا لينظر إلى المعمار كما تفضلت، ينظر إلى المعمار العام في الكنيسة وينظر إلى بعض المعالم العامة التي ويريد أن يحدث مثلا دراسة من الدراسات، أو أنه والله تواعد مع صديق له في هذه الكنيسة، هذه كلها على كل الصحيح فيها أنها إن كانت زيارات عادية لا علاقة لها بتصويب ما هم فيه أو دعوة الناس إلى مشاهدة ما هم عليه من أحكام شرعية وعقائدية، فإن الحالة العادية ليس فيها حرج. هذا على كل هو الراجح والله أعلم، لما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وقاله صاحب المغني كذلك، واستدل على هذا الأمر على كل بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء إلى بيت المقدس وجاء إلى القساوسة فجهزوا له مأدبة عشاء أو غداء، فقال أين هي؟ قالوا له في الكنيسة. فعلى كل عمر بن الخطاب بنفسه امتنع، ولكنه بعث من كانوا معه قال اذهبوا فتعشوا معه. فقالوا لو كان الأمر ممنوع لما سمح به عمر للآخرين. فهو عمر كأنما أخذ بالعزيمة إن والله الأولى الابتعاد، الأولى أن لا يقترب. وعمر طبعا بطبيعته وخاصيته الأساسية أنه يقولون يفر منه الشيطان، فعمر إذا دخل مكان يقولون أن الشيطان أصلا إيه؟ يفر من المكان الذي يكون فيه عمر. فعمر هذه خاصيته، فأراد أن لا يذهب إلى هناك، ولكنه ترك. ويقال بعضهم ولعل علي بن أبي طالب يقال بدأ ينظر إلى الصور ويقول ما بال عمر لو أنه جاء. فكأنما ما كانوا يرون في هذا الجانب شيئا، بل هنالك أحكام فقهية مترتبة. هل يجوز للمسلم أو مجموعة من المسلمين أن يصلوا في الكنيسة صلاتهم أم لا يصلون؟ هذه أيضا فيها كلام كثير جدا، والصواب فيها أنه إذا كان في زاوية من الزوايا والمسلمين لا يجدون مكانا يصلون فيه، وهذه الزاوية يمكن أفردت لهم بالتفاهم مع المؤسسة الكنسية في صورة استئجار أو في صورة عقار يؤجر، وليس هنالك تصاويرهم بل هي مفصولة، منهم من المذاهب أيضا من أجاز هذا النوع فموضوع الزيارة أخف على كل من الحالة الثانية، موضوع الزيارة أخف من الحالة الثانية. نعم. طيب أيضا قد تكون في قضية التعايش ممكن تكون جلسة خاصة أو ما إلى ذلك يتم فيها مناقشة الأديان بين المسلمين وغيرهم، فماذا عن مناظرة المشركين ومحاججتهم في دينهم؟ هل هذا يعتبر من الدعوة إلى سبيل الله أو من مخول في هذا؟ الأصل من كان متمكنا وعارفا بأحكام دينه وعارف كذلك بأحكام القوم وكتبهم وتاريخهم وله القدرة على المجادلة والمناظرة، فإن ذلك يدخل في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تكون بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهي من باب الدعوة. لكن يحذر عموما في ذلك بأن من كان مبتدئا وليس أهلا للمناظرة ولا أهل المجادلة، ولو دخل في المجادلة يظهر الإسلام صورة الضعيف، فهذا يفضل أن لا
يجادلهم. شاكر لك شيخنا. للحديث بقية مستمعين ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، ولكن بعد الفاصل. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان. أرحب وإياكم مرة أخرى بضيف الدكتور حسن. أهلا وسهلا دكتور حسن. مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله. لعلنا نستقبل أول اتصالات الحلقة لهذا اليوم. نقول ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟
معك أخوك أنس بيان الجبر. أنس بيان الجبرتي، أهلا وسهلا بك أخ أنس. سؤالك للشيخ. حياكم الله شيخنا، نفع الله بعلمكم. لدي سؤال، ما حكم كشف الوجه للمرأة؟ ما حكم كشف الوجه للمرأة؟ شاكرين لك أخ أنس هذا الاتصال، وتسمع الإجابة بإذن الله. طيب، استكمالا لبعض الإشكالات الواردة من التعايش في البلاد الغربية، من الإشكالات الواردة في هذا ما يتم تلقينه للأبناء في المدارس، وهو ما للأهل فيه لا حول ولا قوة، كتعليمهم تعاليم غير إسلامية وتقاليد غربية وترسيخها في أذهانهم كونهم صغار السن، وهم كما ذكرنا مضطرين إلى العيش في هذه الدول ومجبرين على ذلك. فهل على الأهل في هذا حرج أم القول فيه؟ على كل نول دعنا نؤكد بأن الأبناء أمانة في رقبة الآباء والأمهات في تربيتهم وتعليمهم ورعايتهم وغرس القيم الإسلامية فيهم، وبالتالي لا بد أن يكون هذا الموضوع يعني يوضع على رأس وقائمة الأولويات من حيث المسؤولية التي سيكون الإنسان مسؤولا عنها يوم القيامة، لأن الذرية والأزواج من الأشياء اللي على كل تحتاج اهتمام خاص. ما يعانيه الآن عموما الذين يقيمون في البلاد غير الإسلامية هي أن الطفل يتعرض منذ طفولته ونشأته على قيم، ومن الخطأ جدا أن نتصور بأن والله كل القيم التي تبث هي قيم ذات طابع إيجابي. ليس كذلك، هنالك قيم لا علاقة لها بالمنظومة الدينية، لا علاقة لها بالله تبارك وتعالى، لأن فكرة العلمنة أو فكرة اللادينية عموما تقوم على فصل هذا الإنسان في تفكيره وأحاسيسه ومشاعره ووجدانه عن أي منظور متعالي متسامع أي من خارج المنظومة المادية البشرية الطبيعية. فهم يرسخون في هذا الطفل هذا المفهوم، يعني ابتداء يرسخ فيه مفهوم أن يكون منعزلا عن أي تصور لإله يأمر وينهى. فهذه من الأشياء اللي لا بد نقول الطفل عندما يعود إلى بيته الأسرة تراعي هذا الوضع وتتابع الابن ما هي المفاهيم الخاطئة التي ترسخ فيه. ثم أيضا كذلك عليهم ليس فقط المتابعة، ابتداء عليهم أن يؤسس هذا الطفل منذ طفولته بالقيم الإسلامية، قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وخصوصا القيم الأساسية يقال بأنها تترسخ في ال7 سنوات الأولى. إذا استطاع الوالدان أن يرسخوا في طفلهم القيم الدينية الحقيقية الأساسية التي هي قيم الإسلام، فإن ذلك سيساعد كثيرا هذا الطفل في النشأة الإيجابية. أيضا علينا أن ندرك بأن والله يمكن أن تكون هنالك مدارس خاصة، وهذا الذي يفضل طبعا بطبيعة الحال. الأفضل أن تكون هنالك مدارس يستطيع المسلمون أن يدرسوا فيها أبنائهم ويتابعونهم فيها، حتى لا يعيش الطفل حالة من الازدواجية ما بين البيت وما بين المدرسة. للأسف الشديد طبعا هذه الحالة قد تكون حتى في ديار المسلمين الآن موجودة، فكثير من المناهج أصلا لا علاقة لها بالمعرفة الإسلامية وتنطلق من معرفة مادية محضة في الجغرافيا، في الفيزياء، في غيرها من القضايا. ربما تلاحظ بأن هذا البعد على كل المادي هو الحاضر في هذا الجانب. لكن نحن عموما نقول بأن وجود الطفل أو وجود الأسرة في بلد غير إسلامي لا يعفيهم بطبيعة الحال من متابعة طفلهم ومتابعة ولدهم فيما يتعلق بما يتلقاه في المدارس حتى يتم التصحيح والتصويب. جميل. أيضا من بعض القيم الدارجة التي تنشأ مع الطفل أو تكبر مع الشاب في مثل هذه الدول قضية انتشار العلاقات الغير مشروعة، كأن يكون للرجل صاحبة أو حبيبة والعكس في هذا، وغالبا ما يكون بينهم ملامسات جسدية أو كلام غزلي مما جاء الإسلام بنهيه، ويتساهل كثير منهم في هذا. فهل هذا من تحليل التساهل في هذا من تحليل ما حرم الله؟ على كل هي الظواهر، هذه ظواهر المخالفات الشرعية في العلاقة بين الجنسين ليست لها علاقة بالغرب فقط، قد تكون هنالك الانفتاح كثير والتحلل من قيم الشريعة كثير، وكذلك التحلل من العادات من التقاليد كذلك كثير، وبالتالي والإنسان قد يكون محمي أحيانا بالقانون. يعني لو أن الأسرة مثلا بدأت تسأل هذا الشخص أو هذا الصبي أو هذا الطفل عن طريقة تصرفاته احتمال أيضا يخضعوا لملاحقة قانونية. فهذه الإشكالية عموما هي عموما من الصعب أن نقول إذا كان والله يفعل هذا الشخص هذه الأمور كلها بشكل تلقائي ويدرك أنه
مخالف للشريعة، مخالف لعقيدته، مخالف لدينه، مخالف لكذا، ولكنه وقع في معصية من المعاصي ويدرك أنه وقع في معصية من المعاصي، فلا نستطيع أن نقول هذا من باب التحليل، هو ما يسميه البعض التحليل العملي. فأصلا شارب الخمر إلا استحلها عمليا، شارب الدخان استحله عمليا، الذي يذهب إلى الزنا استحله عمليا، لكن لم يستحله إيه؟ عقديا. فهذا التفريق على كل في هذه المسألة. وبالتالي نحن نقول سواء كان هذا الشخص في ديار إسلامية أو في ديار غير إسلامية، فإن مسألة العلاقة بين الجنسين محكومة بالشريعة، محكومة المرأة في لبسها، محكومة كذلك الرجل في علاقته، في تواصله، في مجالسته، في اختلاطه، في النظر إلى المرأة، في نظر المرأة إلى الرجل، كل ذلك محكوم بالشريعة الإسلامية، وبالتالي هو مخاطب به سواء كان في ديار الإسلام أو كان في ديار الكفر. للأسف الشديد أحيانا يحصل تلبيس للناس، ويتصور مثلا عندما يكون في ديار الكفار يحق له التحلل من كل هذه القضايا وهم كفار، يتصور هكذا. نعم. وهذه طبعا مسألة خطأ كبير جدا. ونحن في بلادهم نطبق أحكامنا وما نراه، فنطبق أحكام المتعلقة بالمخالطة، المتعلقة بالعلاقة الزوجية، المتعلقة بالعلاقات بين الرجل والمرأة غير المحرم، والمتعلق كذلك بالمحارم، كل ذلك الإنسان يطبقه سواء في ديار إسلامية أو كان في ديار غير إسلامية. طيب لو سألنا بشكل مجمل عن تعامل المرء مع النساء، الكلام، المصافحة، الخضوع بالقول وما إلى ذلك، هل هذا مما نهى الإسلام عنه أم لا؟ على كل العلاقات العامة بين الرجل والمرأة في إطارها العام تقوم على التحوط والحذر والضرورة. يعني يمكن لشخص أن تكون له علاقة في إطار عمل معين مع امرأة، ولكن الممنوع فيها الملامسة، الممنوع فيها الخلوة، الممنوع فيها الخضوع بالقول. وطبعا فسرت موضوع الخضوع بالقول وهو الحديث الذي يكون دائما في قضايا القضايا الجنسية، قضايا الغرام والعشق وحبك وتحبني، وهذه القضايا هو ما يسمى الخضوع بالقول. خضوع بالقول. طبعا كثيرين ذهبوا إلى قضية الصوت، وما الصوت الآية لا علاقة لها في هذا الموضوع. نعم. يعني صوت انخفض ارتفع ليست القضية، ما الذي تقوله المرأة عندما تتكلم؟ هو الضابط في هذا. هذا الضابط. أي أن الخضوع بالقول مرتبط بهذا الجانب. فإذا تواصلت المرأة أيا كان أو مع رجل في التلفون الخاص في الواتساب، نعم. وبدأت تتكلم في هذا الجانب، هذا خضوع بالقول، حتى لو لم يخرج لها لم يخرج لها صوت، لكنها بدأت تتعاطى هذا الموضوع، ترسل قلوب حمراء، تعمل كذا، من الأشياء المعروفة التي تكون فيها إثارة للطرف الآخر. نعم. هذا ما يدخل تحت مسمى الخضوع بالقول. الجانب الثاني مسألة الخلوة، مطلقا لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له في موقع خاص، يعني لا ينفرد بها، هذا الخلوة، الانفراد بها. يعني يمكن أن يكون هنالك جلوس في مقهى عام ويبقى بعد ذلك الضابط الآخر، ما الذي يقال، هذه قضية أخرى. لكن الخلوة بأن يقلق رجل وامرأة بعضهم على بعض في مكتب خاص، هذا منهي عنه. قضية المصافحة بين الرجل والمرأة منهي عنه. قضية التركيز من الرجل على المرأة ومن المرأة على الرجل بما يصاحب ذلك من نظرات شهوانية منهي عنه. هذه كل من الأشياء التي تكون ضابط في طريقة التعامل بين الجنسين، ولكن كل ذلك يمكن إذا انضبط به الإنسان أن تجري علاقات مشروعة ما بين الرجال والنساء، سواء في العمل، سواء في التعليم، سواء في التجارة، في غيره، بهذه الضوابط اللي ذكرناها. طيب ماذا عن اختلاط المرء بالنساء في الأماكن العامة كالنادي الرياضي مثلا، في المباحات أو النوادي الثقافية أو المعارض وما إلى ذلك؟ على كل كره كثير من أهل العلم أن تظهر المرأة المسلمة أو أن تظهر بغير الزي الذي يغطي أغلب جسدها أمام المرأة غير المسلمة. والحديث عموما لما يتعلق من أن الطرف الآخر وما يمكن أن ينقله وما يمكن أن يتحدث به، فعلى كل نحن نقول الأفضل للمرأة المسلمة ألا تتكشف ولا تتعرى أمام الكافرات، وتلتزم عموما بستر عوراتها. لكن إذا حصل فهو أقل أحكامه الكراهة، لا نستطيع أن نجزم بالتحريم ما دام أن الحالة حالة نسائية. أقصد بشكل عام يعني في المباحات كمثلا نوادي ثقافية أو معارض أو ما إلى ذلك، هل في هذا إثم بالاختلاط؟ لا، الأصل فيه الحل. الأصل فيه الحل. نعم. طيب أيضا يفرض على المسلمين أو كثير أو الناس أجمع في لمن يعيش في مثل هذه الدول الضرائب، فهل التهرب من دفعها كونها حراما جائز أم أن دفعها من فروض الطاعة لولاة الأمر؟ طبعا هذه المسألة على كل لها علاقة ببنية الدولة المعاصرة،
لأن الوضع في بنية الدولة الحديثة قائم أصلا على الضرائب. بنية الدولة الحديثة قائمة على الضرائب والمكوس وكذا. لكن في مقابل أيضا هذه الضرائب الآن تم تقنينها وترتيبها بناء على أن الدولة تقدم خدمات، ومقابل هذه الخدمات يفترض أن تأخذ أن تأخذ ضرائبها، تأخذ ضرائب مقابل خدمات. هذا الوضع الصحيح للضرائب، يعني لا توجد ضريبة بلا خدمة. يعني قد تكون هنالك ضريبة في الصحية، ضريبة متعلقة بالخدمات، خدمات التنظيف، ضريبة متعلقة بخدمات الكهرباء، المهم كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية. أي محاولة للتهرب من هذا النوع من دفع الخدمات فإن ذلك قد يدخل في أبواب أكل أموال الناس بالباطل منك أنت. ثم أيضا قد تعكس سلوكا غير جيد بالنسبة لغير المسلمين، في أن والله المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار، يجلسون هناك يأكلون ويشربون ويتهربون مما عليهم من استحقاقات مالية، نحن مثلا كأهل بلد ندفع لهم فتعطى على كل صورة ليست صحيحة. وبالتالي الالتزام بكل الاستحقاقات المادية تجاه الدولة مقابل ما تقدمه هذه الدولة من خدمات، فهذا من الأشياء التي يجب على المسلم الالتزام بها. طيب، أيضا مما لا شك فيه أنه يجب على المرء التزام القوانين التي تسنها البلدة التي يسكن فيها، وإلا ستفرض عليه غرامات مالية أو يتعرض للسجن. السؤال هنا: ماذا إذا تعارضت قوانين البلدة مع الشريعة الإسلامية؟ هل يكون في تطبيقها مذنبا أم لا؟ إذا كان الأمر بالنسبة له مقدور عليه أن يتحاكم إلى جهة أخرى، أو عنده القدرة أن يتحاكم إلى فئة أخرى ولم يكن ذلك باختياري، يعني وعنده الإمكانية على كل أو له الخيار، فأنا الأفضل أن لا يتحاكم إلى القوانين التي تخالف شريعته وتخالف عقيدته وتخالف دينه، هذا الأصل. نعم. لكن أحيانا قد لا يكون المسلم هو الذي يذهب إلى هذا الجانب، قد يكون الله يسوقك الكافر إلى هذا الجانب لأخذ حق أو للتقاضي أمامه، فأنت في هذه الحالة عموما لا حرج عليك، لأنه أنت لست بمحض إرادتك واختيارك ذهبت إلى هذا الجانب. وأحيانا أيضا نقول: من كان لا سبيل له إلى استخراج حقه الخاص وهو حق خاص به إلا أن يذهب إلى هذه المحاكم، أيضا فالذهاب إليها في النهاية مما يؤدي إلى الفصل واستخراج الحق. وإذا في ظلم وإذا في عموما منكر في هذا الاتجاه فتلزم به الجهة التي فعلت هذه الأمور، ولا يلزم بها هذا المظلوم المقهور الذي ذهب للتحاكم إليها. جميل. أيضا في قضية إنكار المنكر في مثل هذه الدول، أصبح المنكر كثير وظاهر كالملابس المظهرة لعورة المرأة أو وجود الخمارات وما إلى ذلك، فهل يجب على المرء أن ينكر كل منكر رآه في أمامه أو ما الأمر في هذا؟ هنا عموما علينا أن نفرق ما بين مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ديار الإسلام التي يكون فيها المسلمون أكثرية، أو الدولة نفسها المسلمة الحكم فيها للإسلام ظاهر وواضح وبين. هنا أنت مكلف أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في صغائر الأمور وكبائرها. نعم. لكن علينا أن نفرق ما بين وجودنا نحن في ديار الكفر، الأصل فيها أنها لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، الأصل فيها أنها سميت ديار كفر لأن الأحكام الإسلامية فيها ليست ظاهرة، فأنت في هذه الأحكام تقوم بالأولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كافر بالله تبارك وتعالى عنده مشكلة في العقيدة، عنده مشكلة في التوحيد، من الصعب أن تتكلم معه في شرب الخمر أو في السجارة أو غيرها، فأنت هنا لابد أن تبدأ معهم بأصول الدين قبل فروعه، لأن الفروع مترتبة بطبيعة الحال على الفروع. شاكرين لكم شيخنا. لعلي أنتقل وإياكم إلى أسئلة الجمهور. السؤال وارد يقول: اللحوم الحلال غالبا أسعارها أغلى من اللحوم الأخرى، فأضطر إلى شرائها نظرا للميزانية، فهل أنا في هذا مذنبة؟ بالنسبة لشراء اللحوم الحرام؟ نعم مذنب، ما فيها. يكون هذه يعني مسألة السعر ما دام متاح الموضوع، وأيضا ليست هنالك ضرورة إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الشخص والله سيموت إن لم يشتري هذا اللحم، أو أسرته ستموت إن لم تشتري، هذه قضية لها حكم الضرورة. ما عدا ذلك لا يجوز له، يعني عشان يعمل توسعة لأولاده ويتبسطوا أكثر وكذا نقول له لا، حاول تجمع مثلا بدل تأكل 3-4 مرات في الشهر أعملها مرة واحدة وتأكل اللحم الحلال. فلم يباح أكل اللحوم المحرمة إلا عند الضرورة الملجأ لذلك، عند الاضطرار، بمعنى الشخص يريد أن ينجو من الموت المحقق. نعم، في هذا فقط. نعم. طيب، سؤال آخر: يجب على أي شخص يريد شراء منزل في الدولة التي أسكن فيها أن يدخل في معمعة الربا ولا مهرب من ذلك، فهل لا حرج في ذلك كونها مرة في العمر أم لا؟
لا أيضا الربا، وهذا على كل ربما كثير من الناس يعني هل يدخل أصلا في حكم الضرورة أو لا؟ شراء يعني المنزل. شراء المنزل، يعني هل بالإمكان أن هذا الشخص والله يستطيع أن يؤجر دون حرج؟ إذا كان والله بإمكانه أن يؤجر حتى لو طالت المدة ليست هنالك ضرورة ملجئة. هل يستطيع هذا الإنسان أن يشتري دون أن يلجأ إلى الربا؟ إذا عنده هذه القدرة لا يحق له أيضا أن يلجأ إلى. على كل إن كانت هنالك ضرورة ملجئة ليس أمام هذا الشخص إلا أن يدخل إلى هذا الباب، لأنه إما سيشرد وإما سيطرد من البلد وإما سيخرج منها، ولا أتصور الأمور عموما واصلة إلى هذا المستوى. وبالتالي يبدو عموما الفتاوى الصادرة حتى من المجامع الفقهية في أوروبا إنه والله هذه الدائرة يجب أن لا يتم التساهل فيها بحجة التوسعة. يعني هي الآن معظم الناس هي بحجة التوسعة وليس بحجة الضرورة، فبحجة التوسعة لا يتم اللجوء إلى الربا. الحكم النهائي أنه لا يجوز اللجوء إلى الربا. نعم. طيب سؤال آخر، أصبحت صلاة الجمعة نظرا لأزمة كورونا صعبة لدينا، إذ أنه يحتاج المصلي إلى أن يسجل اسمه مما يتعارض مع أوقات الدوامات والاستراحات القصيرة، فما العمل في هذا؟ على كل للأسف الشديد بلوى الكورونا الآن عمت وطمت، نسأل الله السلام، وهنالك إشكالات كبرى فيما يتعلق حتى بالمجامع الفقهية وطريقة التعامل والتعاطي مع هذا الوباء الكبير. وعلى كل إذا كان هنالك من مجال للإنسان أو لمجموعة من الناس أن يصلوا ولو في بيوتهم، يجتمع مجموعة من الناس بحيث والله يستطيع أن يؤدوا هذه الصلاة، فيمكن أن يكون ذلك حتى لو تركوا الجامعة العامة، خصوصا في البلدان الأوروبية بطبيعة الحال معظمها هي عبارة عن زوايا يؤدون فيها صلاتهم. إذا تعذر أمام الإنسان وليس أمامه بعد ذلك إلا أن يقيم الصلاة العادية ولا يستطيع أن يواكب الجمعة فهذا لا حرج عليه إن شاء الله. طيب أيضا سؤال هنا، الأخت تقول توفي لي قريب جدا وكان له مكانة كبيرة في حياتي، وأصبح لدي بعد هذه الحادثة خوف وشك في جميع العلاقات في حياتي قريبها وبعيدها، فهل يعتبر هذا من سوء الظن بالله أو من الاعتراض على الأقدار أم لا؟ هي من وساوس النفس البشرية، أحيانا قد تصل إلى مستوى سوء الظن إذا دخلت في العقائد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني إذا بدأ الإنسان عمليا يعتقد في الله اعتقادات فاسدة، اعتقادات ضالة، أن الله يظلم الناس، أن الله يعني يعاقب الناس، يعني هذه المفاهيم الخاطئة التي ربما تقع في سوء الظن بالله، وسوء الظن بالله من أنواع الكفر على كل، فهذا يمكن أن نقول سوء الظن. لكن إذا كان والله هي لا من باب وساوس النفس والخوف الطبيعي أحيانا أو نتيجة صدمة حصلت لها، فهي مرض نفسي على كل، يفترض أن تلجأ إلى الطبيب النفسي للمعالجة أكثر من قضية أنه والله المسألة لها جانب، لأنها ستؤثر في حياتها العملية بعيدا عن الجانب الديني فقط، هي ستؤثر في حياتها العملية وطريقة تعاملها مع الناس. والإنسان إذا لم يكن سويا في طريقة تعامله مع البشر بطبيعة الحال لا يستطيع أن يعيش عيشة طبيعية، حتى لو افترضنا أنه ما شاء الله صار خلاص اعتزل البشرية كلها وصار يتعبد لله تبارك وتعالى ساجدا راكعا لله حتى يلقاه، لكن حياته العملية قد تتعطل. نعم. فهذا النوع عموما من السلوك الذي يؤدي إلى الانفصام ويؤدي إلى العزلة ويؤدي إلى الشك في كل شيء، هذا قد يتحول مع مرور الوقت إلى حالة نفسية يفترض مراجعة الطبيب واستشارة الأطباء النفسانيين في ذلك. فهي مسألة نفسية، لكن إذا توغلت وأصبحت حقيقية، إذا توغلت وذهبت بعيدا في الظن سوء الظن بالله تبارك وتعالى هذا خطر. نعم. طيب أيضا هنا الدكتور يوسف يقول خاتم القرآن يلبس والديه تاج الوقار، لكن ماذا إذا كان والداه غير مسلمين؟ طبعا بطبيعة الحال مقترن هذا الموضوع، الحكم مقترن بأسبابه. إذا كانا مسلمين بطبيعة الحال يقع لهم ذلك، ما كانا مسلمين خلاص يعني لا يقع لهم هذا الوصف. طيب. أن هذا الوصف يكون لأهل الإسلام، يكون لأهل الإيمان وله صلة بالقرآن، فلا نتصور عموما تاج القرآن يلبسه كافرا في الآخرة. طيب أيضا السؤال اللي وردنا بالاتصال اليوم من الأخ أنس بيان الجبرتي، ما حكم كشف الوجه للمرأة؟ على كل مسألة كشف الوجه الخلاف فيها طويل عريض منذ الصحابة رضوان الله عليهم وإلى اليوم، منذ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. عبد الله بن مسعود كان يرى وجوب تغطية الوجه والكفين، وعبد الله بن عباس كان يرى أن ذلك لا يجب إنما هو للاستحباب، واستمرت هذه المسألة والخلاف فيها إلى يومنا هذا. فعموما نحن ننصح يعني في نصائحنا وفي تربيتنا وفي كذا أن يأخذ الإنسان بالكمال وأن يسعى إلى هذا الاتجاه. فبطبيعة الحال المرأة التي تستطيع أن تغطي وجهها وكفيها ليست كالتي لا تغطي وجهها وكفيها،
هذه أخذت بالكمال والتمام وتلك أخذت بالرخصة إنجاز التعبير، أو هذه أخذت بالحد الأدنى وتلك أخذت بالحد الأعلى، والله أعلم. طيب في دقيقتين شيخنا، صور الإشراك بالله عز وجل كثيرة، بعضها ظاهر وبعضها باطن، فهل من شيء منتشر بين الناس تحذرون منه شيخنا الفاضل؟ على كل، نحن ربما خلال الحلقات الماضية تكلمنا في العديد من أنماط الشرك وأنواعه، سواء كان الشرك المتعلق بالذات الإلهية أو الشرك المتعلق بالتشريع أو الشرك المتعلق بالعبادات والشعائر أو الشرك. هنالك أنواع من الشرك بطبيعة الحال لها كذلك علاقة بالشرك الأصغر، يعني كل حلقاتنا ربما ركزنا بشكل كبير حول الشرك الأكبر، ولكن هنالك ما هو الشرك الأصغر، وهو أن يدخل الإنسان الرياء في أعماله. هذا يدخل للأسف الشديد كثير من الناس ربما يقع في ذلك. فالشرك الأصغر نحذر منه كما نحذر كذلك من الشرك الأكبر، لأنه مبطل العمل المعين. الشرك الأكبر يبطل العمل الكلي، والشرك الأصغر يبطل ذات العمل، يعني العمل الذي قمت فيه وقصدت به غير وجه الله تبارك وتعالى في هذا يبطل. مثلا شخص أراد أن يتصدق، ولكن أراد أن يتصدق ليقال له إيه؟ تصدقت. أو أراد مثلا أن يقوم بصلاة ركعتين ليقول للناس بأنه إيه؟ صلى ركعتين أو يثبت. فهذا النوع من الرياء والعياذ بالله. طبعا كان السلف رضوان الله عليهم يحاربونه محاربة شديدة في إخفاء أعمالهم وإخفاء صلاتهم وإخفاء صيامهم. أحيانا كان الواحد يصوم 30-40 سنة وزوجته لا تعرف أنه يصوم، يعني يخرج صباحا ولا يأتي إلا بعد الإفطار وتظن أنه إيه؟ أنه أكل وشرب نهارا. فكان السلف رضوان الله عليهم عموما. أيضا هنالك الشرك الخفي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، اللي هو يدب كدبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء. وهذا يعني يحدث أحيانا، كأن يصلي أحدهم لما يحسن صلاته لما يرى من نظرات رجل آخر. هذا طبعا كفارته أن يقول اللهم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. أما الشرك الأكبر لا بد فيه من الاجتناب الكلي والابتعاد عن الشرك، والشرك الأصغر كذلك لا بد فيه من خلوص النية. أما الشرك الخفي هذا الذي يصاحب كثير من الناس، يعني ربما لا ينجو منه إلا الأنبياء والأولياء والصالحون الكبار، ولكن عوام الناس معظمنا يقع في هذا النوع من الشرك الخفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول صباح مساء نهار الليل، أن نقول هذا الدعاء اللهم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. شاكرين لك شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم وزادكم علما. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان. للحديث بقية ومستمرين معكم في حلقة أسبوعية، فترقبونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh